بسم الله الرحمن الرحيم، وشكل جديد وشغل جديد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لسه أبراج منتهية بقالها 3 أيام بفضل الله. البرجين دول ارتفاعهم تقريبا 12 متر للبرج الواحد. هنلفوا كده عليهم من كل جانب وندخلهم من الداخل ونقولوا دراسة جدوى لأبراج الحمام عشان الناس اللي بتستفسر كتير وطالبة مننا، ونشوفوا البرج لسه ما انتهاش ولا ركب منه باب، واليوم هيندهنوا باذن الله. وحمامهم فيهم جالهم حمام من بره، يعني ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك. يعني هنخشوا كده من الجنب التاني ونلفهم اهي الابراج عشان الناس ما تقولش ده البراج اتشطبت وبتاع وبيبانها ركبت. لسه البيبان ما ركبتش اهو. هنلف من كل جانب. دول برجين بباب واحد، برجين بباب واحد، تمام. باب بيفتح يوصل للباب التاني. ده البرج من الجنب اللي بعده التاني اهو. ما شاء الله لا قوة الا بالله. نخشوا بينا بقى من الداخل ونشرحهم في عجالة للناس ونتكلموا في تفاصيل البرج. اللهم بارك. من هنا زي ما اتكلمنا باب، تخش من الباب للباب التاني. بسم الله. البرج من الداخل خشب. اللهم بارك. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. هذا برج الحمام. برجين زي دول فيهم 5000 فخارة، تمام. البرج ارتفاعه تقريبا 12 متر، ما شاء الله تبارك الله. الحمام دورته لما بتجمع حمام، انت بتاخد حمام اسبوعيا. صاحب البرج بيجمع حمام اسبوعيا. برجين زي دول يعني الحمام بيشتغل، جزء الحمام بيشتغل في 3 فخارات. عشان الناس اللي هي بتقول لك انا نعمل برج 1000 فخارة يبقى ياخد 1000 جزء حمام، نقول له لا، الكلام ده مش صحيح. البرج الحمام الجوز الواحد بياخد 3 فخارات. بمعنى ايه؟ يلا بينا نشرح على الطبيعة. ادي فخارة، كويس، ادي فخارة، وادي كمان فخارة، وادي الفخارة التالتة، تمام. الحمام بيبتدي يبيض هنا، اول شغل له، تمام. خلص بيض وفأس وبقى زغلول وسط، الام بتسيبه ما بتنامش معاه في فخارة. الام بتسيبه ما بتنامش معاه في الفخارة، بتبتدي تأكله وتشتغل جنبه تاني هنا، تبيض تاني هنا. بعد دي ما خلاص بقى كبر بقى متوسط، بتبتدي تبيض تاني هنا، كويس. والجوز ده لسه مكانه، تبتدي تبيض تاني هنا، والأب حارس جنبهم هنا. يبقى ده 1 2 3. الأم البيض الأولاني طلع وفقس وبقى متوسط، سابته وما عادش بتنام معاه في الفخارة، وراحت تنام هنا، اشتغلت شغل جديد، والاب حارس هنا. مع الشغل الجديد بقى اللي هنا، الام والاب بيتبدلوا، الذكر والنتايه بيتبدلوا ايه على البيض الجديد، وفي نفس الوقت بيزغطهم وياكلهم ايه البيض القديم، كويس. شغل الحمام انتاجه اسبوعيا. البرجين دول يشيلوا 1000 جوز حمام، بس ما ينفعش نجيب 1000 جوز حمام مرة واحدة. ليه؟ لان المساحة بتاعت اللي تحت ما تاخدش 1000 جوز زغاليل، كويس. بنبتدي مثلا نبتديهم ب 300 جوز حمام، 400 جوز حمام. بيبتدوا يتعلموا الطيران لحد ما يطلعوا فوق، نسيبهم شوية وبعد كده ناخد من انتاجهم، كويس. نسيبهم شوية وبعد كده بناخد من انتاجهم. ودورة الحمام لما بناخد من انتاجه بيكون عندنا حمام صغير. يعني مثلا نضرب مثال، انا عندي 400 جث في البرج او 500 جث حمام في البرجين دول، كويس. النهارده مثلا الخميس انا جمعت منهم ال 400 جوز. احنا قلنا في حمام بايض وفي حمام عنده زغلول متوسط، كويس. يعني احنا اهو هنضرب مثال تاني على الشغل. ادي عندي الاولاني الجزء اللي اهو استوى، كويس، انا خدته. بعد 10 ايام بيكون ده هو اللي بعده، بعد ده خلاص بقى طلع بس لسه صغير،
بيكون في بعده فخاره تانية متوسط جماعته، وبرضه في فأس وفي حمام متوسط. بنيجي تلف الدوره على ما ناخد لي من 400 جوز دول حوالي 50 جوز حمام في الاسبوع او العشر ايام، ناخد 50 جوز حمام بس من ال 400. انا مديك مجمل يعني تقريبا يعني اقل من الربع، 10% من الانتاج. تمام، ده دوره. يبقى بنسيبه على ما تلف تجمع من البرج كله ويكون ده يشتغل تاني، بتاخد منه ايه، وهكذا. تمام. يبقى شغل الابراج ما شاء الله كويس، مشاريع ممتازه، تكلفتها في الاول يعني الى حد ما. تمام. المفاجأة، انا بفضل الله بنبتدي لك شغلك ما بنسيبكش الا مسلمك الحمام اللي بتحتاجه. بمعنى بنيت الابراج الحمام كويس، انتهيت منها، عاوز حضرتك تجيب زراعة، مش هنسيبك بقى تتبهدل وتجري وتدور، لا، الحمام اللي بتحتاجه بنجيبهولك. لو عاوز 1000 جوز بس زراعة فقط، وأكرر زراعة فقط. كويس. أنا ما بنجيبش حمام للأكل، اللي عاوز حمام مني زراعة بنجيب له. يعني أنت حضرتك نشأت مشروع أبراج حمام، نشأت مشروع عنابر حمام، بتحتاج زراعة ليهم، أنا بنجيب لك. لو عايز 1000 جوز مبدئيا، زائد سبلة الحمام، الزبل بتاع الحمام اللي بتحتاجه حضرتك بيبقى عندك في الأرضية، أنا بناخده، وأصحاب المزارع بنبيع لأصحاب المزارع سبلة حمام. طن سبلة الحمام عامل 2500 جنيه. برجين زي دول أقل حاجة في السنة هيطلع لهم 2 طن 3 طن لما يشتغلوا شغل كويس. أقل حاجة في السنة يطلع لهم 2 3 طن بسم الله ما شاء الله. فآدى الخشب من الداخل، وآدى طريقة المباني. الخشب ده له مميزات يا جماعة، ونقول كل مرة وأكرر، الخشب ده له مميزات. بيمسك الأبراج من كل جانب، لذلك بيكون معكوس أهو في كل مكان. الحمام بيتعلم عليه الطيران كويس، أنا كصنايع بنشتغل عليه. تمام. في مميزات كتير للشغل، شغل متحبك، فخارة متميزة، فخارة جميلة. ان شاء الله نكمل لكم الفيديو بعد البياض بإذن الله، فيديو تاني. دعواتكم لنا بالتوفيق. صبري والي مصمم أبراج ومزارع الحمام، بنشتغل في كل المحافظات، فخار من عندي. يعني اللي عايز يبني أبراج أنا بنجيب الفخار. تمام. الفخار من عندي. دعواتكم بالتوفيق من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة. شغلنا بما يرضي الله وإتقان. وأكرر في كل فيديوهاتي، اوعى واحد يعمل برج حمام ويحط فيه خشب جزورين، بيسوس. خشب الجزورين بعد فترة من الزمن بيسوس. تمام. فأي مكان اتصلوا بينا في كل مكان. مشروع مناسب، مشروع واحد عايز يعمل صدقة جارية لحد ولا حاجة، ممكن عيلة فقيرة